السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ايد الشنطة. ده الجزء التاني من الشنطة اللي احنا كنا عاملينها. الايد بتاعتها بسيطة جدا، مفيهاش اي حاجة. هي كده كانت الشنطة، احنا كنا وصلنا لغاية كده. اربطي الخيط في اي حتة كده من جوه، وفي الجنب اللي احنا عملناه هتلاقي 4 فتحات كده، فتحتين على الحرف تخان وفتحتين في النص صغيرين. هنعمل في كل فتحة فيهم عمود بلفة. بس الاول هنسحب الخيط ونطلع ب3 سلاسل وهنحسبهم غرزة عمود بلفة. وبعد كده في اول غرزة هنسحب الخيط عادي ونعمل عمود بلفة. كده يعتبر عندنا 2 عمود بلفة. وبعد كده هنعمل التالتة والرابعة. عايزة تعملي اكتر من كده اعملي، لو عايزة الايد اعرض من كده، يعني الايد كده بالنسبة لك رفيعة وعايزة تزودي عمود بلفة تاني او 2 براحتك اعملي. بس انا عملتهم 4 عواميد بلفة زي ما انتم شايفيني كده. عملت 4 عواميد بلفة. هبدأ ارتفع ب3 سلاسل وهغير الشغل وهعمل نفس 3 عواميد بلفة، فهيبقوا 4 كده. خلاص عملت 3 سلسلة، وبعد كده هعمل العواميد بلفة تحت كل غرزة. فوق كل غرزة سوري هعمل غرزة عمود بلفة اهو زي ما انتم شايفيني كده بالظبط. وهفضل شغالة بالطريقة ديت لغاية لما اوصل للطول بتاع الشنطة اللي انا عايزاه اهو. خلاص كده خلصت الدور ده. هرجع اطلع ب3 سلاسل والف الشغل واعمل نفس الغرز. هنا كنت عملت كذا دور اهو. ده هيبقى الشكل بتاع الايد، ما فيهاش اي حاجة، نفس الغرزة اللي احنا اشتغلنا فيها الشنطة. هنا كنت وصلت للطول اللي انا عايزاه. انت عايزة الطويل اكتر من كده او تقصري حسب بقى كتفك وحسب انت تخينة رفيعة كده او الطول اللي انت بتحبيه عموما. بعد كده هبدأ اخد ايدي الشنطة اللي انا عملتها وهلحمها في الناحية التانية كده. هدخل برضو في الفتحة اللي انا بدأت فيها الناحية التانية، هسحب الخيط بتاع الايد وبعد كده هقفل بغرزة منزلقة. نفس الكلام، هسحب الخيط وهدخل في الفتحة بتاعة الشنطة واقفل بغرزة منزلقة. هعمل كده 4 مرات زي ما عملت هناك 4 غرز وبدأت ب4 غرز اهو. هدخل من الشنطة على الايد واسحب خيط واخرج من الاتنين مع بعض واقفل بمنزلقة لحد لما اعمل ال4 اهو كده. فاضل واحدة اخيرة هعملها برضو كده واسحب خيط واخرج كده بمنزلقة. وبعد كده هعمل غرزة تمكين في الاخر خالص للشغل اهو. وهسحب الخيط اشده كويس عشان الخيط يبقى متماسك وتبقى الايد قوية. وبعد كده الخيط الزيادة دوت هدككه كده في الشنطة من جوه، وبعد كده اربطه والسعه بالولاعة عادي زي ما انا وريتكم. ده كان ايد الشنطة كده خلاص خلصت. والخيط ده زي ما قلت لكم هدككه تحت كده اهوت هنا في الجنب وهلسعه جوه مش هيبقى باين. حبيتي تعملي لها بطانه براحتك، حبيتي تسيبيها كده براحتك. ده كده شكل الشنطه. انا هركب لها كبسونه وبس كده الشنطه خلصت. عايزه تعملي لها زرار براحتك، عايزه تركبي لها سلسله، طريقه السلسله عندك في القناه تقدري تعرفيها وتركبيها. يا رب تكون الايد طريقتها سهله عليكم. انا عملت ايد بسيطه جدا ويا رب تعجبكم والكل ينفذها. طريقتها سهله واي حد يعرف يعملها. وده شكل الشنطه. ومع الف سلامه وقابلكم في فيديو جديد يا حبايبي.